وقل رب زدني علما وقل رب زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وبعد. واقعة غريبة يذكرها الأستاذ تامر أمين، وسنشاهد كلامه الآن. غريبة جدا على مجتمعنا. تعالوا نشاهد وننظر ما دلالة ذلك. تعالوا نشاهد. هو بيعتبرها على فكرة من علامات يوم القيامة، وسوف أتحدث في هذا المعنى أيضا، هل هي من علامات القيامة أم لا. اسمع. خدوا بالكم، ملهاش علاقة بزلزال ولا بركان ولا بتاع، من علامات يوم القيامة. بيعتبرها من علامات يوم القيامة. من علامات يوم القيامة. خدوا بالكم، ملهاش علاقة بزلزال ولا بركان ولا بتاع، لقطة تافهة جدا. اسمع. فابوها. هتقولوا لي بقى ده ايه؟ ابوها. بنت 16 سنة راحت تعمل محضر رسمي في ابوها. يمكن بيعذبها، يمكن بيكهربها، يمكن مش ابوها ده جوز امها، يمكن اي حاجه بتاع. في البنت ليها حق؟ لا، ما تستعجلش. ده انا بقول لك انها سابقه مرعبه. البنت راحت تعمل محضر رسمي في ابوها في اسم الشرطه عشان ابوها مرضيش انها تروح فرح صاحبتها. خدتوليش بالكم؟ ادي الواقع. بغض النظر عن الواقعة نفسها وعن نحن طبعا لم نذكر اسم البنت ولا والدها ولا أسرتها ولا شيء، يعني المسألة ليست شخصية ولا نشخص الأمور. نحن ننظر في دلالات ذلك. يعني إذا بدأ مثل هذه الأمور يحدث في المجتمع، فما دلالات هذا التحول؟ لم يكن هذا في مجتمعاتنا، لكن أنا أعتقد أن هذا من تأثير حركات النسوية اللي شغالة زن على الفتيات وعلى النساء. أنت حرة تفعلين ما تشائين، لا أحد يتحكم فيك، لك الحرية المطلقة، أنت تعملين، أنت مسؤولة عن مش عارف إيه، لك شخصية مستقلة. كل الكلام ده كله عمالين يعني إيه يزنوا الزن على الودان أدهى من السحر. هذه الآثار، يعني الآثار ليست خروج البنت على زوجها وعلى الحياة الزوجية ونشوزها على زوجها فقط، لا، ده نشوزها على الأسرة وعلى الأب وعلى الطاعة والبر. وبالتالي يعني حينما تضيع الأسر خلاص، حينما يعني تضرب الأسرة، هذه من العناصر من الأمور التي هناك تخطيط عالمي يعني إضعاف القدوة أو إذهاب القدوة، تفكيك الأسرة، يعني تفكيك المجتمع. هذه أمور لها مخططات كبيرة. طبعا هذه البنت يعني إذا كانت مسلمة، يعني ويبدو أنها مسلمة من الصورة التي أوردوها لها، أقول لها يعني لم يمر عليك في كتاب الله تعالى وبالوالدين إحسانا؟ هل هذا هو الإحسان للوالدين؟ الإحسان لأبيك بعد هذا العمر وبعد تربيته لك وإنفاقه عليك وتحمل كل ما تحمله لأجلك، بعد كل تكافئينه بأن يعني تحرري محضرا رسميا له. ماذا تريدين؟ تريدين أن يأخذوا أباك إلى السجن مثلا، يعني إذا كان العقوبة أن هناك مساءلة وهناك حبس وكذا وكذا، أنت موافقة على كده؟ طبعا هو ليس هناك تهمة للوالد في هذا، هو يمارس حقه الذي أمره الله تعالى به. الرجال قوامون، ويعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الأب راعي في بيته ومسؤول عن رعيته، وده شيء الحمد لله حتى الآن يعني هو بدأ ينحسر، لكن موجود في الأسرة المصرية. الأب يقول للبنت انت رايحة فين، جاية منين؟ ده المفروض. ما اعرفش في أسر كتير تفلت منها هذا الكلام، يقول لا ما تروحيش الفرح الفلاني، ما تروحيش المكان الفلاني، ليه؟ يرى أن فيه مفسدة أو يعود بالضرر عليها. فيعني ما الذي يحدث الآن؟ طبعا البنت هي
فريسة الحركات النسوية التي تتكلم وتسمع لها عن حقوق المرأة، الحقوق المدعاة المزيفة. الإسلام أعطاك كل الحقوق، ما بعد ذلك لا، ده إفساد لك وليس حقا لك. إن النشوز على الأسرة، النشوز على الوالدين، النشوز على الزوج، المغالاة في الاعتداد بشخصيتك، التقرير أنك مثل الذكر في كل شيء. لا طبعا، ربنا قال وليس الذكر كالأنثى إلى آخر هذه الأمور. نريد أن ننتبه إلى خطورة هذا الأمر. طبعا يعني المسألة تعدت أن ننصح وأن نقول قال الله تعالى فلا تقل لهما أف وبالوالدين إحسانا إلى آخر هذه الآيات. المسألة تعدت هذا تماما، لا تعدت للتنبيه إلى وجود خطر خارجي يحاول تغيير هوية الأسرة المصرية، ويعني إفساد الأسرة وإفساد البنات وإفساد البنين. وقل رب زدني علما، وقل رب زدني علما.